بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة إن شاء الله هنعمل فيه كيكة الحليب بالمانجا. هنعملها بطريقة حلوة قوي، وهنعملها بكيكة جميلة جدا. الكيكة دي اسفنجية وهشة، طعمها تحفة، يعني تنفع لحاجات كتيرة قوي. وهنحط على وشها كريم شانتيه، وعلى وشها هنحط المانجا. طبعا احنا لسه في موسم المانجا، فقلنا نعمل الكيكة ديت للناس اللي بتعشق المانجا. يلا بينا ندخل ونشوف الفيديو. بس قبل ما نشوف الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك، وكمان ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا بينا ندخل ونشوف عملنا ايه. عندي بقى المقادير بتاعه الكيكه. المقادير بتاعه الكيكه دي انا مطلعاها من التلاجة. يعني في اللي في التلاجة وفي اللي في الفريزر. ليه؟ لان الجو حر وانا مش عايزه البيض يسيل معايا. البيض لو هو سخن كتر الضرب معايا هلاقيه سيل معايا. حطيت 4 بيضات. البيض طبعا كبير، حجمه كبير. لو هو صغير هتحطي 5. حطيت فانيليا، وهحط معلقه كبيره من الخل، واحط معلقه صغيره من المحسن الجل. والمحسن الجل ده انا مطلعاه من الفريزر. وحطيت معلقه صغيره من الكيك شيف. والكيك شيف ده بيبقى نتيجته افضل من البيكنج باودر في الكيكات. وحطيت كوبايه الا ربع من السكر وزنها 150 جرام. وعندي كوبايتين ممسوحين من الدقيق وزنهم 250 جرام. الدقيق اما اجي احطه في قلب الكوبايه بحط بالمعلقه، ما بخبطش الكوبايه لغايه ما تتملى معايا، وبعد كده بمسحها بيبقى وزنها 125. وزن الكوبايتين 250. وحطيت معلقتين كبار من النشا وزنهم 30 جرام. وطبعا لازم ان هما يتنخلوا كويس جدا، وما ننساش ذرة الملح. وبعد كده هخلط الخليط ده كله مع بعض. المية مش هضيفها دلوقتي. المية اول ما الخليط يديني النتيجة ديت، عندي نص كوباية من المية. بحطها بقى بالتدريج. او 100 ملي من المية. نص كوباية من المية او 100 ملي من المية. بحطها شوية بشوية كده. والمية ديت جايباها من الفريزر، عشان زي ما قلت لكم انا مش عايزة الخليط يسيل معايا عشان احنا في الحر. لكن لو في الشتاء عادي ممكن بعملها بدرجة حرارة المطبخ عادي، مفيش اي مشكلة معايا. بفضل اضيف بقى المية شوية بشوية كده لغاية ما اخلص الكمية. وبعد كده بسيبهم لمدة 5 دقايق ان هم كلهم يندمجوا مع بعض. وبعد كده بقى بفصل المضرب. ما حاولش برضو ان انا اضربه كتير زيادة عن اللزوم، لان لو ضربته كتير بعد ما هو يخلص هلاقي البيض سايل معايا برضو. انا عايزه القوام معايا يكون تقيل. هنا خلاص بعد ما الخليط بتاعي خلص، شايفين ما شاء الله القوام بتاعه عامل ازاي؟ كاني جايبه سبونش جاهز وعاملاه بالظبط. بعد كده بجيب صينيه. الصينيه دهناها بزيت ومعفراها بالدقيق. هحط فيها بقى الخليط اللي انا عملته، وهحاول بقى ان انا اسويه في قلب الصينيه. الخليط ده ممكن تعملي بيه كيكه، ممكن ان انتوا تعملوا بيها تورتايه. يعني تجيبوا اللي هي الصينيه اللي هي 22 او 24 او 26 كمان. طبعا كل ما بتقللي في حجم الصينيه كل ما بتديكي طبقات اكتر. هنا بقى اهم حاجة اللي انا اساوي الخليط بتاع الكيك ده كويس جدا في قلب الصينية، عشان ما لاقيش حتة عالية وحتة منخفضة. عايزة كله يكون سوا واحد. وبعد كده بجيب بقى اللي هي عصاية الشيش طاووق. وبعد كده بساوي بيها الوش بتاعها عشان اضمن ان هي ما تقبش معايا او تعلق معايا، وكمان ما يكونش فيه فراغات معايا في قلب الصينية اما اجي اللي انا اقطع الكيكة. طبعا في الوقت ده انا كنت مشغله الفرن. انا بشغله الاول على اعلى حاجه، وبعد كده بهدي النار. لو فرنك درجته عاليه يعني بيسوي الحاجه بسرعه، او درجته حاميه بتخليه على 160 170. لكن لو الفرن الدرجه بتاعته بتبقى منخفضه او هاديه، الفرن بتاعك هادي ما بيسويش الحاجه بسهوله، خليه على درجه 180. هنا الصينيه دي هتاخد تلت ساعه بالظبط، يعني ممكن من ربع ساعه لتلت ساعه على حسب الفرن بتاعك، مش هتاخد اكتر من كده. لانكم زي ما انتم شايفين الطبقه هنا مسطحه وما هياش سميكه ان هي تاخد وقت في قلب الفرن. طبعا هي لو هي تورته او لو هي في صينيه صغيره طبعا بتاخد وقت اكتر من كده. هي خلصت انا طلعتها على طول. لكن لو انا بعملها في صينيه ان هي كيكه ما ينفعش ان انا اطلعها من الفرن على طول، لا بطفي عليها واقارب الفرن شويه واسيبها ان هي تبرد براحتها. لكن هنا عشان هي مسطحه، كل ما بتبقى الكيكه منخفضه معايا كل ما انا ما اخافش ان هي تهبط معايا. لكن كل ما بتبقى مرتفعه
بحاول ان انا اتعامل معاها بحذر ان هي ما تنخفضش معايا، ان انا ما اطلعهاش من الفرن على الهواء على طول. لو طلعتها من الفرن على الهواء هلاقيها هبطت معايا. هنا بقى الصينيه بسيبها ان هي تبرد خالص. جبت كوبايتين من الحليب، حطيت عليهم معلقتين من السكر البودر. لو انت حابه تزودي بقى اللي انت تحطي علبه قشطه عليهم براحتك، حابه بس تستكفي بالكوبايتين الحليب برضو براحتك. وممكن بدل يعني ممكن كمان تزودي كوبايه، بس انا حبيت ان انا اخليها كوبايتين بس. انا مش عايزاها تكون ان هي شاربه زياده عن اللزوم حليب، اللي انا اجي اقطعها الاقيها بتسيل معايا. طيب الوش بتاع الكيكه، بشيله بعد ما هي تتسقي، هلاقيه بيطلع معايا بكل سهوله، احسن ما انتي بتشيليه قبليها هتلاقيكي بتطلعيه مع الكيكه، فاللي انتي تطلعيه بعديها بيكون باش وبيطلع معاكي بسهوله. انا بعد ما حطيت الحليب سبتها ان هي تشرب براحتها، وبعد كده زي ما انتوا شايفين بشيل الوش بتاعها بالمعلقه، بيتشال معايا بكل سهوله. لو انتي شلتيه زي ما قلتلك قبل الحليب هتلاقيه ممكن يتشال معاكي، هيشيل معاكي كيك معاكي وانتي بتشيليه. زي ما انتوا شايفين بشيل الوش خالص اهوت. وده الكيكه. عايزه اقول لكم على حاجه، لو انتوا سقيتوا الكيكه ولقيتوا لسه فيها حليب، ممكن تفضوه في كوبايه وترجعوا تسقوها مره تانية. يعني تعملوا الخطوه دي مرتين 3، اللي انتوا تفضوا الحليب من الصينيه وترجعوا تسقوا بيه الصينيه تاني لغايه ما الكيكه تتشرب معاكم. بعد كده بقى هعمل الكريم شانتيه. عندي نص كوبايه من الكريم شانتيه، وحطيت معلقه كبيره من الباستري كريم. لو انت حابه تزودي تخليها كوبايه ده الافضل، بس الكريم شانتيه غالي اليومين دولت، فانا قلت كفايه قوي اقتصر بالنص كوبايه. بضربهم بقى، حطيت عليهم معلقه من السكر، والسكر ده اختياري، لو انت حابه تزودي براحتك. وعندي كوبايه من الميه، بفضل اضيف الميه بالتدريج. طبعا الميه متلجه، ما ينفعش ان انا احط ميه من الحنفيه او ميه من التلاجة، لازم الميه تكون متلجه معايا عشان تقوم لي الكريم شانتيه. هنا الكريم شانتيه مش شرط بقى ان انا اوصل ان هو يكون متماسك جدا زي اللي انا بحطه على التورت. هنا بخليه سايل شويه عادي عشان اقدر ان انا افرده على الصينيه. لكن التورت طبعا مش هينفع ان انا اخليه كده، لان طبعا لو جيت اغلف بيه تورتايه هلاقيه ساح معايا هلاقيه ساح من التورتايه. هنا بعد ما خلصت هدخلها برضو في قلب الفريزر او التلاجة ان هي تتمسك شويه، لان طبعا الجو حر وانا عندي هنا المطبخ حر زياده عن اللزوم. لو سبتها هلاقيها ساحت معايا. انا هحطها في قلب الفريزر، يكون انا قطعت المانجا. المانجا اللي كانت عندي كانت متفرزه من الفريزر. طبعا لو هي طازه هتتقطع معاكي وهيبقى شكلها احلى من اللي انا حطاها دلوقتي. طبعا هي ما بتبقى في الفريزر بتبقى كده مهريه شويه، بس انا قلت ان انا اخلص اللي عندي في الفريزر عشان اجيب جديد. بتقطعيها بقى مكعبات صغيره، لو انت حابه تقطعيها شرايح وترصيها على الصينيه زي التورتايه برضو براحتك، كل حاجه براحتك. عايزه اقول لك كمان ممكن تستغني عن المانجا ديت وتجيبي مكانها جيلي مانجا وتحطيه على الوش. هتجيبي باكوين من الجيل المانجا وتعمليهم وتحطيهم على الوش وهتبقى تحفه معاكي، يعني مش شرط المانجا. هنا بقى بعد ما حطيت المانجا لمعتها، كان عندي جيلو مانجا، قلت المعها بيها كده عشان حتى تملى الفراغات اللي ما بين المانجا اللي هي اللي باينه ديت، وتدي لمعه كده للمانجا ان هي ما تبقاش لونها مطفي معايا. برضو بعد ما خلصتها اخدتها وحطيتها في قلب الفريزر لمده نص ساعه، وبعد كده طلعتها عشان اللي انا اقطعها. يعني كل مرحله اللي انت تدخليها تحطيها في الفريزر او التلاجة بتديكي نتيجة احسن. اما تيجي تقطعيها تبقى متماسكة معاكي، وكمان الفاكهة اللي على الوش هتكون اتمسكت معاكي، ما تلاقيهاش ان هي بتنزل كده ما بين الكيك وانتي بتقطعيه. انا هنا هقطع لكم الكيكة وهوريكم شكلها تحفة. الكيكة ديت بتنفع زي ما قلت لكم ان انتوا على فكرة مش شرط ان انتوا تعملوا منها تورته، بس ممكن تعملوه في اللي هي الصينية اللي هي 30 في 40 وتعملوا منها سويس رول، او اللي انتوا تعملوه منه جاتو. يعني ممكن الصينيه اللي انا عملتها دي ممكن اللي هي تعمل لكم طبقتين وتعملوا منها جاتو، وهتقطعوا منها كميه كبيره قوي. زي ما انتوا شايفين الكيكه اهي بسم الله ما شاء الله، لونها فاتح وجميله، وكمان السمك بتاعها حلو. يعني ولا هي رقيقه ولا هي تخينه قوي او هي عاليه قوي، لا سمكها معقول. وزي ما قلت لكم ممكن تعملوا منها سويس رول، او ممكن تطلعوا منها جاتوهات اللي انتوا تقسموها 2 وهتعمل معاكم جاتوهات، هترمي معاكم كميه كبيره قوي. طريقتها سهله وبسيطه، طريقتها مقاربه للي هي التريليتشا. بس قلنا بدل
الكراميل نحط مانجا، يعني نغير، بما اننا بقى زي ما قلنا في موسم المانجا نستغل المانجا ونعمل بيها وصفات. ممكن كمان بدل المانجا تحطوا شوكولاتة، يعني بدل المانجا وبدل الكراميل تعملوها بالشوكولاتة وهتبقى تحفة برضو. ده فيديو النهاردة، يا رب يكون نال اعجابكم. اسيبكم في رعاية الله واستودعكم الله.